أهلاً بيكم في تحليل معمق جديد. النهاردة المصادر اللي معانا بتتكلم في حتة حساسة قوي في قلب حياتنا كلنا، العالم الداخلي بتاعنا، الأفكار والمشاعر اللي ساعات بنحس إننا تايهين جواها. بين المؤثر والاستجابة توجد مساحة، في هذه المساحة تكمن قوتنا لاختيار استجابتنا، وفي استجابتنا يكمن نمونا وحريتنا. المساحة دي هي دي ملعبنا النهاردة. طيب، عمرك فكرت لو في قدرة تخلينا نتعامل مع أصعب أفكارنا ومشاعرنا بس بقوة وهدوء؟ القدرة دي موجودة واسمها المرونة العاطفية. دي المهارة اللي بتخلي المستحيل ده ممكن. خلينا نكتشف مع بعض إزاي ممكن نحول علاقتنا بعالمنا الداخلي عشان في الآخر نعيش الحياة اللي إحنا عاوزينها بجد. كلنا أكيد مرينا باللحظة دي، اللحظة اللي بنحس فيها إن أفكارنا أو مشاعرنا هي اللي سايقة مش إحنا. يعني فجأة كده بنفقد السيطرة وبنلاقي نفسنا بنتصرف بطرق ممكن نرجع نندم عليها. طب هو إيه اللي بيحصل بالظبط في اللحظات دي؟ الخبراء بيسموا الحالة دي التعليق بالصنارة. تخيلها كده، فكرة أو شعور معين بيظهر ومن غير ما نحس خالص بيقوم شددنا زي السمكة بالظبط، وفجأة بنلاقي نفسنا بنتجر وراه وبنتصرف بطرق لا بتخدمنا ولا بتعبر عن مين إحنا حقيقي. طيب، ولما بنتعلق بالصنارة دي غالباً بنقع في فخ من اتنين. الأول هو الاستسلام. يعني إيه؟ يعني بنصدق الفكرة دي تماماً كأنها حقيقة مطلقة. زي مثلاً لما تيجي فكرة أنا مش كفاية، فنلاقي نفسنا بنرفض ترقية مستحقة لمجرد إننا صدقنا القصة دي. الفخ التاني بقى هو الكبت، وده لما بنحاول نزق المشاعر دي بعيد ونتجاهلها تماماً، زي الغضب اللي بنفضل نخبيه جوانا لحد ما يجي في لحظة وينفجر فجأة في وش أقرب الناس لينا. لكن الخبر الحلو إن في طريقة تالتة. في الدقايق الجاية هنشوف مع بعض إزاي نتحرر من السنارة دي. هنشوف هل مشاعرنا بتعلقنا فعلاً، وهنتكلم عن قوة المرونة. بعدها هندخل في العملي، إزاي نواجه وننفصل، وبعدها إزاي نتحرك بقيمنا عشان نوصل في الآخر لطريق النمو والازدهار. طيب، السؤال هو إزاي ممكن نتحرر؟ الحل كله في مفهوم المرونة العاطفية. والمرونة هنا مش معناها إننا نلغي مشاعرنا خالص، لأ، معناها إننا نتعلم نرقص معاها. يعني نكون واعيين تماماً بعالمنا الداخلي، لكن في نفس الوقت مش أسرى ليه. فيكتور فرانكل لخص الفكرة كلها في الجملة العبقرية دي: السر كله في كلمة مساحة. بين اللي بيحصل لنا ورد فعلنا في مساحة. المرونة العاطفية هي ببساطة القدرة إننا نوسع المساحة دي، عشان بدل ما نكون رد فعل نكون فعل واعي ومختار. يعني لو حبينا نحط لها تعريف رسمي، المرونة العاطفية هي القدرة إننا نتعامل مع تقلبات الحياة الحلوة والمرة بتقبل للذات ورؤية واضحة وعقل منفتح. الفكرة مش إننا نتجاهل الصعب أبداً، الفكرة إننا نمشي من خلاله بس بوعي وقوة. تمام، الكلام النظري جميل، بس إزاي بنعمل ده بشكل عملي؟ أول خطوتين في الموضوع ده بيركزوا على تغيير علاقتنا بعالمنا الداخلي. يعني بدل ما نحاربه أو نهرب منه، هنتعلم إزاي نتعامل معاه بطريقة جديدة تماماً. الموضوع كله بيتلخص في خطوتين أساسيتين في الأول. الخطوة الأولى المواجهة بوعي، والخطوة التانية الانفصال بموضوعية. طب يلا بينا نشوف كل واحدة معناها إيه بالظبط. نبتدي بالخطوة الأولى، المواجهة بوعي. يعني إيه مواجهة؟ يعني إننا نقابل كل اللي جوانا، أيوة كل اللي جوانا، حتى الأجزاء الصعبة والمؤلمة، بس نقابلها بفضول ولطف مش بحكم أو نقد. الفكرة إننا نبطل نصنف مشاعرنا الكويس ووحش، لأ، كلها مجرد بيانات. وهنا بيجي دور التعاطف مع الذات. لما بنبطل نحارب اللي جوانا، بنكتشف إننا بنوفر طاقة رهيبة كانت بتضيع في صراع داخلي ملوش لازمة. ونيجي للخطوة التانية، وهي الانفصال بموضوعية. هنا الموضوع كله إننا ناخد خطوة لورا ونشوف أفكارنا ومشاعرنا على إنها مجرد أفكار ومشاعر، هي مش حقائق مطلقة. يعني بدل ما الفكرة تسيطر علينا ونقول أنا فاشل، بنقول أنا جات لي فكرة بتقول إني فاشل. شايفين الفرق؟ هي لعبة كلمات بسيطة لكنها بتغير كل حاجة. هي دي اللي بتخلق المساحة اللي اتكلمنا عليها. طيب، خلينا نبص على الصورة دي. كل واحد يركز ويشوف شايف إيه. هل شايفين راجل كبير في السن؟ ولا يمكن راعي غنم مع الخرفان بتوعه في الريف؟ الحقيقة إن الاتنين موجودين في نفس الصورة. اللي بنشوفه الأول بيعتمد على منظورنا إحنا، وده بالظبط اللي بيعمله الانفصال. بيدينا القدرة دي إننا نغير منظورنا
ونشوف احتمالات تانية، وفي الآخر نشوف الصورة الكاملة. ممتاز. بعد ما ظبطنا علاقتنا بعالمنا الداخلي، جه الوقت نترجم كل ده لأفعال حقيقية في العالم الخارجي. السؤال دلوقتي، إزاي المرونة دي بتساعدنا ناخد قرارات أفضل في حياتنا اليومية؟ وهنا بتيجي الخطوتين اللي بعد كده. الخطوة الثالثة هي التحرك بقيمك، والرابعة هي التقدم للأمام. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إننا نحدد قيمنا الأساسية ونبدأ نتحرك ونغير حياتنا عشان تبقى ماشية معاها. أكيد أغلبنا سمع قصة الفيل الصغير اللي ربطوه بحبل في وتد، وهو صغير حاول يهرب مقدرش. لما كبر وبقى عملاق يقدر يهد سور، فضل واقف في مكانه مقتنع إنه لسه ما يقدرش يقطع الحبل الضعيف ده. ليه؟ لأنه ببساطة اتبرمج على كده. الحقيقة إن كل واحد فينا عنده حبال زي دي، قصص قديمة ومعتقدات صدقناها عن نفسنا زمان ولسه بتقيدنا لحد النهاردة حتى لو ما بقتش حقيقية. وهنا تيجي الخطوة الثالثة، وهي إننا نلاقي البوصلة بتاعتنا، قيمنا. القيم دي هي ببساطة إجابة سؤال: إيه أكتر حاجة مهمة بالنسبة لي في الحياة؟ يعني مثلا لو قيمة زي الشجاعة مهمة عندي، فقبل ما أرفض فرصة جديدة عشان خايف، هسأل نفسي سؤال واحد: هل قراري ده بيقربني من قيمة الشجاعة ولا بيبعدني عنها؟ القيم بتشتغل كبوصلة، بتدينا اتجاه واضح في وسط أي عاصفة مشاعر. وأخيراً الخطوة الرابعة، التقدم للأمام. وهنا في نقطة مهمة جداً. التقدم مش معناه إننا نعمل ثورة في حياتنا من يوم وليلة، لأ، الفكرة كلها في التعديلات الصغيرة بس تكون مقصودة. يعني لو قيمة العائلة مهمة، ممكن التعديل يكون حاجة بسيطة جداً، زي قرار إن الموبايل يتقفل لمدة ساعة كل يوم وقت التجمع العائلي. هي التغييرات الصغيرة دي لما بتتوافق مع قيمنا، هي اللي بتبني حياة ليها معنى على المدى الطويل. طيب وصلنا للآخر. ليه كل ده مهم؟ يعني من الآخر كده، إيه هي الفوائد الحقيقية اللي ممكن أي حد يحصل عليها من ممارسة المرونة العاطفية في حياته؟ الفوائد بصراحة حقيقية وملموسة جداً. أولاً بتقلل التوتر بشكل كبير، لأننا بنبطل نحارب نفسنا. تانياً بتقلل الأخطاء خصوصاً في الشغل، لأننا بنشوف الأمور بوضوح أكبر. بتعزز الابتكار وبتحسن الأداء الوظيفي بشكل عام. وباختصار، هي مش مجرد تكنيك نفسي، دي طريق لحياة فيها رضا ونجاح حقيقي أكبر. ودي يمكن أهم نقطة لازم نطلع بيها. المرونة العاطفية مش إننا نضحك على نفسنا ونمثل إن كل حاجة تمام، لأ، بالعكس تماماً. دي دعوة للشجاعة، شجاعة إن الواحد يحس بكل حاجة ويشوفها زي ما هي، والأهم إنه يستخدم كل ده كوقود عشان يعيش الحياة اللي بتعبر عنه بجد. وخلينا نختم بالسؤال ده، سؤال للتفكير. إيه هو الاختيار الواحد مهما كان صغير وبسيط اللي ممكن أي حد فينا يعمله النهاردة عشان يقرب بس خطوة واحدة من الشخص اللي بيتمنى يكونه؟ الإجابة ممكن تكون بسيطة، لكن أحياناً الخطوة الصغيرة دي بتكون هي بداية كل شيء.